يا جماعة يعني بصرف النظر عن الخبر اللي نزل على النت ده حقيقي أو مش حقيقي بتاع وفاة 4 إخوات بالالتهاب السحائي. يعني عايزين نتفق على حاجة. الالتهاب السحائي مرض موجود من زمان جدا، والتطعيمات الإضافية موجودة برضو من زمان جدا. فأنتوا مش منتظرين يحصل خبر زي كده. هو اللي عامل الفزاعة إيه؟ إن هم 4 إخوات، يعني لو واحد ولا حاجة مش هتبقوا، يعني الخبر مش هياخد الاهتمام الإعلامي اللي حصل ده. إنما الفكرة كلها إن هم 4، فده اللي خض الناس. إنما لما نتكلم طب، الالتهاب السحائي مرض موجود من قديم الأزل. التطعيمات الإضافية بنتكلم عليها بقالنا سنين وسنين، وبتتاخد في كل دول العالم إجباري. احنا بس اللي بناخدها اختياري عشان خاطر تكاليفها غالية شوية. إنما مش مستنين حاجة زي كده تحصل عشان خاطر نطعم ولا ما نطعمش. خلاص، اللي يملك ماديا يطعم، واللي ما يملكش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وربنا يسترها. احنا بس بنعمل اللي علينا وخلاص، محدش ضامن اي حاجه في الدنيا. الالتهاب السحائي عباره عن ميكروب بيتنقل عن طريق التنفس، بيخش يعمل التهابات في المخ، بيظهر لها اعراض سخونيه، ساعات تشنجات، ساعات ترجيع. يعني ده باختصار القصه كلها. انما الوقايه منه ازاي؟ رقم واحد التطعيمات، دي اقوى حاجه ممكن نقدمها. رقم اتنين، لو في حد مصاب اكيد بنبعد عنه. يعني لو ظهرت حاله في مدرسه ولا حاجه بيقفلوا المدرسه كلها عشان خاطر علاج الموضوع صعب، انما الوقايه منه سهله. في ناس بتطعم، يعني مع دخلة المدارس كل الأطفال بتطعم. بينزل مع التطعيمات الإضافية في عمر من عمر الشهرين. في نوع بيتاخد من عمر الشهرين، وفي نوع بيتاخد من عمر 9 شهور. المهم ان هو موجود في جدول التطعيمات الإضافية مع الأطفال الرضع. خلاص. في ناس بتاخده مع هم طالعين الحج او المعسكرات او اي مكان فيه زحمه ونفس مكتومين مع بعضينا. لازم الناس دي تطعم تطعيم الالتهاب السحائي، حتى لو متطعم قبل كده لازم ياخد جرعه تنشيطيه. في انواع نازله بتدي مناعه مدى الحياه على عهده الشركه المنتجه للتطعيم. خلاص. انما الفزاعه بتاعت الناس كلها عايزه تطعم حالا دلوقتي عشان شفنا خبر مفزع، ما فيش حاجه اسمها كده. ما طب اشمعنى الالتهاب السحائي؟ ليه ما فكرناش في الالتهاب الرئوي؟ هو منتشر اكتر منه. ما في كبدي وفي جدري، في امراض كتير. فمش عشان في حاله ظهرت او في حدث حصل، بصرف النظر وزاره الصحه بتنفي مش عارف ايه الكلام ده كله. مش ده اللي هيحدد ان انا هطعم ولا مش هطعم. والله لو املك ماديا اطعم بصرف النظر عن الخبر حقيقي ولا مش حقيقي. انما في امراض كتير خطيره ونخاف منها. اللي يقدر يحمي ولاده يتفضل يطعم الولاد وما يتاخرش، ده اهم من 1000 حاجه بتصرف فيها فلوس. اللي مش قادر خلاص محدش يجبرك، وفي نفس الوقت ما انتش مقصر لانك لا تملك. وربنا هو الحافظ، احنا بس بنعمل اللي علينا. اصل في ناس تقول لك ولو ما خدناش التطعيم هيجرى لنا حاجه، الله اعلم. ده حاجه بتاعت ربنا، احنا بنعمل اللي علينا. انا لو عندي خناقه فبنزل الجيم استعد للخناقه دي بدري عشان ابقى قادر على الخناقه. هو ده اللي بيعمله التطعيم، انه بيقوي مناعتك جدا ضد ميكروب معين. خلاص. فربنا يحفظ ولادكم جميعا، واللي عنده سؤال يكتب لي في التعليقات.